كلنا بنتعلم بطرق مختلفه، في مننا اللي بيحب يتعلم بالصور او اللي بيسموه الفيجوال ليرنر، وفي مننا اللي بيحب يتعلم بالسمع او اللي بيسموه الاوديتوري ليرنر، وفي مننا اللي بيحب يتعلم بالكلام والكتابه. كل واحد فينا ليه ستايل معين بيتعلم بيه. اكيد سمعت الكلام ده كتير جدا، بس الادله على الكلام ده ضعيفه جدا، والحقيقه ان كلنا بنتعلم بطريقه واحده، والكلام ده اتكلم عنه عالم الاعصاب اندرو هيبرمان في واحده من حلقات البودكاست، ويعتبر من اكثر الاكتشافات المثبته في موضوع المذاكره والتعلم. بس على الرغم من ده الا ان 11% بس من الطلاب بيستخدموا الطريقه دي في المذاكره والتعلم. في الفيديو ده هنتكلم عن اكتر طريقه علميه مثبته في المذاكره، وليه معظم الطلاب مش بيستخدموها، وازاي نقدر نستخدمها ونستفاد منها. بس قبل ما نعرف ايه الطريقه دي، لازم الاول نعرف ايه الحاجه اللي بتخلينا نتعلم اصلا، وايه الحاجه اللي لما بنعملها يبقى كده احنا اتعلمنا الحاجه اللي احنا بنذاكرها. لو جيت تذاكر حاجه او تتعلم حاجه، لما بتتعرض للحاجه دي لاول مره، عمليه النسيان الطبيعيه بتحصل زي الكيرف اللي في الصوره كده. لو عملنا اي حاجه علشان توقف المنحنى ده ان هو يفضل ينزل، ده الوقت اللي احنا بنتعلم فيه فعلا، والحاجه اللي احنا عملناها دي علشان توقف النسيان دي الحاجه فعلا اللي بتخلينا نتعلم. يعني التعلم هو ان انت تعمل حاجه توقف عمليه النسيان الطبيعي اللي بتحصل لما بتتعرض للماده لاول مره، او اللي بيسميه اندرو هيبرمان اوفسيتنج فورجيتنج. طب ايه بقى الحاجه اللي هتخلينا نوقف عمليه النسيان دي وبالتالي نتعلم الحاجه اللي احنا بنذاكرها؟ علشان نعرف الحاجه دي لازم الاول نعرف احنا ازاي اصلا بنحفظ. تخيل مثلا ان انت بتحاول تحفظ الوان الطيف السبعه، فحاولت تحفظهم كذا مره، بس كل مره بتتلخبط فيهم ومش بتعرف تسمعهم، فساعتها استخدمت النيمونكس، او ان انت تجيب اول حرف من كل لون وتكون بيهم كلمه واحده تجمع فيها الالوان كلها. فلما عملت كده بقيت لما تيجي تسمع الالوان دي تفتكر الكلمه اللي انت عملتها، وبالتالي تفتكرهم بسهوله. الكلمه اللي انت جمعت فيها الحروف من اول كل لون اسمها ريتريفر كيوز او محفزات الاسترجاع. محفزات الاسترجاع دي معناها ان دي الحاجه اللي لما بتفتكرها بتقدر تفتكر الحاجه اللي انت كنت عاوز تحفظها اصلا بسهوله. يعني في الحاله اللي احنا قلنا عليها دي، لما بتفتكر الكلمه اللي انت كونتها من الالوان بتقدر تفتكر الالوان بسهوله، لان الكلمه دي محفز للاسترجاع، بتخليك تفتكر الحاجه اللي انت عاوز تذاكرها اصلا او التارجت ايتم بسهوله. فعلى اساس المثال اللي فات ده، الحاجه اللي احنا نقدر نعملها تخلينا نحفظ الحاجه اللي احنا بنذاكرها بشكل احسن او ما ننساهاش، او بمعنى تاني نتعلمها. الحاجه دي هتكون ان انت تبقى حافظ الريتريفر كيوز او محفزات الاسترجاع دي وتزودها لو تقدر، وتكون كمان حافظ التارجت ايتمز او الحاجه اللي انت عاوز تفتكرها اصلا. طب ايه الحاجه اللي هتحسن حفظ الريتريفر كيوز او محفزات الاسترجاع والتارجت ايتمز او الحاجه اللي انت عاوز تفتكرها اصلا؟ الحاجه دي هي التستنج او الاختبارات. لما بتمتحن على الحاجه اللي انت بتذاكرها بتزود الريتريفر كيوز، وبالتالي بتزود الطرق اللي من خلالها تقدر تفتكر المعلومه اللي انت بتذاكرها. كمان لو عندك ريتريفر كيوز غلط، لما بتمتحن الريتريفر كيوز الغلط دي بتقل مع الوقت، وبالتالي تقدر بعد كده تفتكر الحاجه بشكل احسن. هنتكلم بالتفصيل ازاي تستخدم الامتحانات كاسلوب للمذاكره، وايه الاسباب اللي بتخلينا ما نستخدمش الامتحانات كاسلوب للمذاكره على الرغم من فوائدها الكتير اللي لسه هنقولها. الامتحانات ليها نوعين من التاثير على المذاكره، النوع الاول دايركت او مباشر، والنوع الثاني اندايركت او غير مباشر. طب ايه التاثير المباشر؟ التاثير المباشر هو اللي احنا قلنا عليه في الاول، ان انت لما بتمتحن على الحاجه بتسترجعها بعد كده بسهوله اكتر، او اللي اسمه التستنج افكت. ده كان التاثير المباشر. ايه بقى التاثير الغير مباشر؟ اول حاجه في التاثير الغير مباشر، واللي يعتبر من اهم الاسباب اللي المفروض نستخدم الامتحانات كوسيله للمذاكره علشانها، هو الترانسفير اوف نوليدج، واللي هنفهمه من خلال الدراسه دي. كان في دراسه اتعملت على مجموعتين من الاطفال. الدراسه كانت ان الاطفال هيشوفوا خريطه، الخريطه دي كان فيها مجموعه مدن، والمطلوب من الاطفال ان يعرفوا مكان كل مدينه على الخريطه. المجموعتين ذاكروا بطرق مختلفه. المجموعه الاولى الاطفال ذاكروا الخريطه عادي وكان قدامهم اسم المدن، اما المجموعه الثانيه طلبوا من الاطفال ان هم يكتبوا اسم كل مدينه على مكانها في الخريطه من غير ما يذاكروها، وبعد ما يعملوا كده يشوفوا الاجابات بعد كده امتحنوا المجموعتين دول امتحانين. الامتحان الاول كان مطلوب من المجموعتين ان هم يكتبوا اسم كل مدينه على مكانها في الخريطه، او اللي اسمه ريكول اكزام، او ان هم يعني بيختبروا درجه حفظهم للحاجه اللي هم ذاكروها. في الامتحان الثاني بقى اتطلب منهم حاجه مختلفه. الاطفال اتسالوا ان هم لو هيسافروا من مدينه على الخريطه لمدينه ثانيه في اقصر طريق، ايه اسامي المدن اللي هيعدوا عليها في الطريق. النتيجه كانت ان الاطفال اللي امتحنوا في الاول من غير ما يذاكروا كان ادائهم احسن في الامتحانين. الامتحان الاول اللي كان بيعتمد على الحفظ بشكل رئيسي، والامتحان الثاني اللي كان بيعتمد على الترانسفير اوف نوليدج، وده معناه ان انت تبقى قادر تستخدم التعلم اللي انت اتعلمته في ان انت تحل بيه مشاكل مختلفه في سياقات مختلفه. يعني لو استخدمت الامتحانات كاداه للمذاكره، مش بس هتخليك تفتكر الحاجه اللي انت عاوز تذاكرها بشكل احسن، انت كمان هتبقى قادر تطبق التعلم اللي انت اتعلمته على انواع اسئله مختلفه بشكل احسن. طب احنا بقالنا شويه بنتكلم عن اهميه الامتحانات كاسلوب للمذاكره، بس على الرغم من ده فانت غالبا مش هتستخدم الامتحانات كاسلوب للمذاكره، وده لسببين. السبب الاول ان في مجموعه من التحيزات المعرفيه او الكوجنيتيف بايسز بتخلينا مش قادرين نستخدم الامتحانات كاسلوب للمذاكره. السبب الثاني ان انا لسه ما قلتش اصلا ازاي تستخدم الامتحانات كاسلوب للمذاكره، والسببين دول هنتكلم عليهم دلوقتي. السبب الاول كان مجموعه من التحيزات المعرفيه او الكوجنيتيف بايسز اللي مش هتخلينا نستخدم الامتحانات كاسلوب للمذاكره. طب ايه هي التحيزات المعرفيه دي وازاي هتمنعنا ان احنا نستخدم الامتحانات كاسلوب للمذاكره؟ اول تحيز معرفي هو الاستابيليتي بايس او تحيز الاستقرار. طب ده معناه ايه؟ لو عندك امتحان مثلا كمان شهرين وذاكرت الحاجه اللي انت هتمتحن عليها النهارده، هل هتفضل فاكر الحاجه دي كمان شهرين بنفس المستوى؟ اكيد لا. الاستابيليتي بايس بقى عكس الكلام ده، واللي معناه ان احنا دايما عندنا احساس ان احنا نفضل فاكرين الحاجه اللي احنا ذاكرناها لمده اطول من المده الحقيقيه. وعلشان كده لو قررت مثلا ان انت هتحل امتحان على جزء معين كل فتره، فممكن ما تعملش كده بسبب ان انت عندك احساس ان انت لسه ما نسيتش الحاجه اللي انت ذاكرتها، بس غالبا الاحساس ده مش بيكون حقيقي. التحيز المعرفي الثاني هو الفورسايت بايس
طب ده معنى ايه؟ تخيل ان انت بتذاكر حاجه معينه من كتاب، الكتاب اللي انت بتذاكر منه ده بيبقى الكلام مكتوب فيه بصوره معينه، وممكن يكون في صور في الكتاب او كده، فلما بتيجي تذاكر من الكتاب ده بتشوف الكلام مكتوب بطريقه معينه وبيبقى فيه صور معينه. الصور اللي في الكتاب والطريقه اللي مكتوب بيها الكتاب ساعات بتبقى كيو او حافز ان انت تفتكر الحاجه اللي كانت مكتوبه في الكتاب. يعني لما بتيجي تذاكر من الكتاب اللي بيخليك تفتكر المعلومات الطريقه اللي مكتوب بيها الكتاب والصور اللي كانت فيه، مش ان انت فاكر المعلومات نفسها. لما تيجي بقى تمتحن الكتاب مش بيكون قدامك، وبالتالي الكيوز او المحفزات اللي كانت بتخليك تفتكر مش بتكون موجوده، وده معنى الفورسايت بايس. ان انت لما تيجي تذاكر بيبقى في كيوز معينه بتشوفها، الكيوز دي بتخليك تفتكر الحاجه اللي انت بتذاكرها، في حين ان انت لو قفلت الكتاب وما شفتش الكيوز دي ممكن ما تفتكرش الحاجه اللي انت كنت بتذاكرها. التحيز المعرفي الثالث هو الفلوينس بايس، وده كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وده معناه ان انت لما بتقرا الحاجه مره واثنين وثلاثه بعد كده بتيجي تقراها تاني بتحس ان الموضوع سهل، بس في الحقيقه انت مش بتكون ذاكرتها فعلا، وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديو تاني. التحيز المعرفي الرابع هو الانيت ابيليتي بايس، وده الاعتقاد اللي بيقول ان التعلم بينسب لذكاء الشخص، او ان التعلم والمذاكره دي حاجه بتتولد بيها ومش ممكن تتطور مع الممارسه. فلو عندك اصلا التحيز ده فانت مش هيكون عندك استعداد تستخدم طريقه تانيه في المذاكره، لان هي كده كده حاجه ثابته مش تقدر تطورها. طب ايه افضل طريقه نستخدم بيها الامتحانات وازاي نستفيد منها باكبر شكل ممكن؟ اول حاجه المفروض نعملها هي استخدام الامتحانات كاسلوب للمذاكره مش كاسلوب للتقييم. يعني الامتحانات دي تكون جزء من المذاكره نفسها، مش حاجه بتعملها علشان تقيم المذاكره. اول حاجه هنتكلم عليها في ازاي تستخدم الامتحانات كاسلوب للمذاكره هي توقيت الامتحانات دي. يعني المفروض لما اذاكر امتحن امتى؟ كان في دراسه اتعملت على 4 مجموعات، وكان الهدف من الدراسه ان يعرفوا ليه التستنج افكت ده بيحصل، او ان انت لما بتستخدم الامتحانات ليه بتفتكر الحاجه بشكل احسن. المجموعه الاولى في الدراسه ذاكروا الماده بعد كده ما امتحنوش، اما المجموعه الثانيه ذاكروا الماده بعد كده امتحنوا بعديها امتحان واحد، المجموعه الثالثه ذاكروا الماده بعد كده امتحنوا امتحانين ورا بعض، يعني امتحانين في نفس الجلسه. المجموعه الاخيره بقى ذاكروا الماده بعد كده امتحنوا امتحانين، بس الامتحانين دول كانوا مفصولين عن بعض، بعد كده اختبروا الاربع مجاميع دول اختبار نهائي، وكانت النتيجه ان المجموعه اللي امتحنت امتحانين منفصلين عن بعض كان ادائهم احسن في الامتحان، وكان اداء المجموعه اللي امتحنوا امتحانين في جلسه واحده مساوي تقريبا للمجموعه اللي ذاكروا امتحنوا امتحان واحد. يعني الامتحان الثاني اللي امتحنوه في نفس الجلسه ما كانش ليه تاثير كبير، وده بين السبب اللي بيخلي الامتحانات وسيله فعاله في المذاكره، وهي الريتريفال هايبوثيسيس او نظريه الاسترجاع. ودي بتقول ان الامتحانات وسيله فعاله في المذاكره بشرط ان الامتحانات دي يحصل فيها ريتريفال او استرجاع للمعلومات اللي انت ذاكرتها، وعلشان يحصل ريتريفال او استرجاع للمعلومات دي لازم تكون نسيتها شويه، وعلشان كده اللي امتحنوا امتحانين ورا بعض على طول ما فرقوش عن اللي امتحنوا امتحان واحد، علشان في الامتحان الثاني ما حصلش كومبليت ريتريفال ايفنت، او ان هم لسه ما لحقوش ينسوا الحاجه علشان يحصل استرجاع ليها اصلا. ودي كانت اول نقطه معانا في تحديد وقت الامتحانات، ان كل ما الامتحانات زادت وكان بينها فتره تسمح ان انت تنسى شويه بحيث ان انت ما تكونش نسيت الحاجه خالص ولا تكون لسه فاكرها كلها، كل ما كان احسن. بس في وقت معين بقى لو امتحنت فيه هيزود نسبه ان انت تفتكر المعلومات دي بعد كده بنسبه كبيره قوي. كان في دراسه اتعملت على 3 مجموعات، المجموعه الاولى كانوا بيذاكروا الحاجه بعد كده يمتحنوا عليها في نفس الجلسه، وبعد كده بيمتحنوا امتحان تاني بعدها بيومين مثلا. اما المجموعه الثانيه امتحنوا امتحانين برضو، بس الامتحان الاول كان بعدها بيوم مثلا والامتحان الثاني بعدها ب3 ايام مثلا. المجموعه الثالثه امتحنوا امتحان واحد بس بعد فتره طويله يعني اسبوع مثلا. بعد كده ال3 مجاميع امتحنوا امتحان نهائي علشان يشوفوا ايه افضل مجموعه في الثالث، وكانت النتيجه ان المجموعه الاولى اللي امتحنوا في نفس جلسه المذاكره بعد كده امتحنوا امتحان تاني كان ادائهم احسن من المجموعتين التانيين، وده لان الامتحان بعد التعرض للماده لاول مره ليه تاثير كبير على ان انت تبقى فاكر الحاجه دي بعد كده. ممكن بقى حد يقول ان الكلام ده بيتعارض مع النقطه اللي احنا قلناها في الاول، ان انت المفروض تنسى شويه علشان تفتكر، ولما تفتكر ساعتها الحفظ هيحصل. ازاي بقى هنا انت بتقول ان احنا لو امتحنا بعد المذاكره على طول ده تاثيره هيبقى كبير؟ مش المفروض الامتحان يبقى بعديها بفتره علشان يحصل شويه نسيان؟ ده مش بيتعارض مع الكلام اللي احنا قلناه، ده على العكس بيثبته، لان لما بتاخد الحاجه لاول مره الفتره اللي بيحصل فيها نسيان باكبر معدل هي الفتره اللي بعد ما بتاخد الحاجه دي على طول، وبالتالي لما بتمتحن في الفتره دي اللي بيحصل فيها نسيان كتير فانت كده بتعمل حاجه توقف النسيان. وقلنا في الاول ان اي حاجه بتوقف النسيان بتحسن التعلم، وبالتالي طالما النسيان في الفتره دي بيحصل فده مش هيتعارض مع الريتريفال هايبوثيسيس اللي احنا قلنا عليها في النقطه اللي قبل كده. يعني علشان نلخص النقطه بتاعه التوقيت دي، فاحسن وقت المفروض يكون بعد التعرض للماده لاول مره، بعد كده يبقى على فترات. طب احنا كده عرفنا توقيت الامتحانات دي، المفروض بقى شكل الامتحانات دي يكون عامل ازاي؟ الاسئله اللي بيحصل بها استرجاع للمعلومات هم 3 انواع، هنقول 3 اسئله علشان نعرف الفرق ما بينهم. السؤال الاول بيقول اكتب محافظات مصر، السؤال الثاني في اي محافظه توجد الاهرامات، السؤال الثالث هو السؤال الثاني بس في اختيارات. السؤال الاول بيعبر عن النوع الاول من الاسئله او اللي اسمه الفري ريكول، وده معناه ان انت بتسترجع الحاجه من الذاكره على شكل مقال ومن غير ما يكون في حاجه في السؤال بتفكرك بالاجابه، السؤال بيبقى مفتوح شويه. اما السؤال الثاني بيعبر عن النوع الثاني من الاسئله وهو الكيود ريكول، وده زي ان يبقى في معلومتين مرتبطين ببعض وكل معلومه بتبقى محفز ان انت تفتكر المعلومه الثانيه. اما السؤال الثالث هو سؤال ريكوجنيشن، وده نوع الاسئله اللي انت بيبقى قدامك الاجابه وانت بتتعرف عليها، زي اسئله الام سي كيو او الاختيارات واسئله الترو فولس او صح وغلط. افضل نوع من انواع الاسئله اللي تستخدمه في الامتحانات علشان تفتكر الحاجه بعد كده هو النوع الاول الفري ريكول. الامتحانات اللي احنا بنقول عليها مش شرط تكون امتحانات بالمعنى الحرفي، اي طريقه بتستخدمها في ان انت تسترجع المعلومات من دماغك
تعتبر طريقه من طرق الامتحانات. يعني مثلا كان في دراسه معموله على تاثير الريسيتيشن او ان انت تسمع الحاجه وانت بتذاكرها، وكانت النتيجه ان انت لما بتقضي 60% من وقت المذاكره في التسميع كان ليه نتائج كبيره على المذاكره، وبقيه الوقت بتذاكر الحاجه اللي انت غلطت فيها. وعلشان كده يفضل لما تيجي تسمع حاجه او تذاكرها ان انت تعرف الاجابات للحاجه اللي انت بتمتحن فيها بالتفصيل، او اللي اسمه elaborative feedback. كنا قلنا في الاول ان الكلام ده قال عليه عالم الاعصاب اندرو هيبرمان في واحده من البودكاست بتاعته، وكنا عملنا فيديو قبل كده برضه بيتكلم عن نصائح اندرو هيبرمان للتركيز في المذاكره. فلو عايز تركز احسن في المذاكره شوف الفيديو ده.